السلام عليكم. الله على الصباح الجميل اللي فيه كوباية شاي بالقرنفل مع قرص فلاحي طرية بطعم وريحة السمنة البلدي بنكهة زمان كده بتفكرنا بأيام المدرسة بتاعت زمان. الله على الشكل الجميل اللي عامل زي الدهب، معمولة بحبة البركة والسمسم، ريحتها وطعمها ولونها خطير، قلبها طري خالص ولونها أبيض من جوه بالشكل الجميل الرائع ده. تنفع نحطها في اللانش بوكس بتاع الأطفال، قرص مغذية وجميلة بتعالج المعدة والقولون. طعمها جميل بصراحة، خطيرة، مكوناتها سهلة وبسيطة خالص، وينفع أي حد يعملها في البيت بشكل سهل وبسيط، وبتبقى خطيرة في الشتاء بصراحة. حضرت معايا بقى كده 4 كيلو من الدقيق، دقيق المعجنات بالشكل دوت. كده نخلته كويس جدا، وهبدأ أحط عليه معلقة صغيرة من الملح كده بالشكل ده. انا عايزه احط على الدقيق المكونات الجافه بتاعتي كلها. بدات بالملح بقى معلقه صغيره. دي كوبايه كبيره من السمسم، عايزه تزودي زودي على حسب الرغبه كده بالشكل دوت. ودول 4 معالق من الخميره، كل كيلو ليه معلقه. وممكن نحط بقى 4 كوبايات من السكر، انا حطيت كوبايتين بس. السكر على حسب الرغبه. كان المفروض احط حبه البركه هنا على الدقيق، بس انا نسيته حطيته واحنا بنعجن كده بالشكل ده. دي المكونات الجافة كلها حطيتها، وهقلب المكونات دي كلها زي ما انتوا شايفين كده. معايا كيلو من السمنة البلدي بقى، كده هحطه على الدقيق واوزع السمنة على الدقيق لحد ما الدقيق كله يبقى فيه سمنة. 4 كوبايات من الزيت بقى بالشكل دوت، زيت ذرة. عايزة اخففها شوية واخلي طعمها خفيف، بزود لها الزيت. عايزة تخليها كلها بالسمنة، يبقى ال4 كيلو عليهم كيلو ونص من السمنة البلدي. بالشكل ده كده قلبي وزعي السمنة على الدقيق لحد ما السمنة تبقى في الدقيق كله كده، كأنك بتعملي كحك بالظبط. كده بالشكل دوت وزعي وزعي على قد ما تقدري. انا عايزة السمنة تبقى في كل الدقيق بالشكل ده كده. ايوه كده فكرينا بأيام العيد. جبت بقى 2 كيلو من اللبن الرايب، انا مروباه عندي في البيت في الفخار، فعمل لي قشطه ووش كتير زي ما انتوا شايفين كده، بيخلي ريحه السمنه برضو خطيره. القشطه ديت بتخلي ريحتها جميله وطعمها خطير قوي. انا ما احتاجتش اكتر من 2 كيلو لبن رايب. عجنت بيهم بقى القرص بتاعتي بالشكل دوت. لو انت احتاجتي شويه كمان على حسب الدقيق بتاعك، ممكن تحطي شويه ميه او لبن حليب لو موجود عندك في التلاجة. بالشكل ده كده قلبي 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 لحد ما اللبن الرايب يبقى في الدقيق كله. وبعد كده عجيني بقى لحد العجينة ما تبقى زي عجينة البيتزا، طرية كده وسهلة وبسيطة بالشكل ده. عجيني، انا قعدت اعجن فيها كده حوالي ربع ساعة كده او تلت ساعة لحد ما بقت بالقوام ده وبالشكل ده. حطيت بقى حبة البركة، انا كنت ناسياها، سلمى فكرتني بيها، وسبتها تعجن بقى شوية شطورة كده بالشكل ده كده. ايوه شاطره يا سلمى، جميله خالص كده بالشكل الجميل ده. ريحه القرص لسه قبل ما تتسوى جميله. العجينه بقى باين فيها القشطه والسمنه البلدي كده بالشكل ده. انا عجنت لحد ما خليت العجينه طريه خالص وبتطلع من ايدي كده بالشكل ده، مش لازقه خالص. هبدأ بقى اعمل لها كور كده بالشكل القرص اللي انا عايزاه، على حسب الحجم اللي انا حباه، صغيره كبيره. لو عايزه احشيها بقى عجوه ممكن اجهز عجوه واحشيها فيها بعد المرحله دي، بس انا عملتها ساده خالص بالشكل ده. جبت صينيه بقى كده وهبدا اقطع بقى القرص بتاعتي كلها كور كده بالشكل ده. هقطع الكميه كلها مره واحده واسيبها تخمر كمان ساعه. سر نجاح القرص دي في التخمير الكتير. لما اعجنها هسيبها ساعتين ونص تخمر، وبعد ما تخمر واقطعها هسيبها كمان ساعة، وبعد ما افردها في الصواني هسيبها ساعة كمان. فانا استنى عليها خالص كده عشان تبقى مورقة وقلبها جميل وهش كده ومش معجنة. بعد ما قطعت القرص بتاعتي بقى كده وسبتها ساعة، هبدأ افردها بقى في الصواني بتاعتي بالشكل ده. انا عايزة السمك بتاعها وسط، لا تخين ولا رفيع، عشان يبقى ليها قلب بالشكل ده في الصينية زي ما هي. محتاجتش ان انا ادهن الصينية زيت ولا اي حاجة، هي القرص فيها زيت وفيها سمنة وفيها كل حاجة، مش محتاجة ان انا ازودها كمان حاجات اكتر من كده. هفردها كده بالشكل الجميل ده واسيبها كمان ساعة، وبعد كده هدخلها الفرن بقى على نار وسط.
درجة حرارة 180، وهفتح الشواية واسيبها بقى تاخد اللون اللي انا عايزاه، زي ما انا عايزاها بقى بالشكل دوت، بأقل شوية زي ما تحبي. واول ما تطلع من النار رشيها بشوية مية بالشكل دوت عشان تبقى لونها بيلمع، وكمان الوش يبقى طري كده بالشكل الجميل ده. سيبيها تبرد خالص وبعدين رصيها بالشكل دوت عشان ما تعجنش منك. كوباية شاي بالقرنفل بقى مع القرص الفلاحي الطرية الجميلة بتاعتي اللي بالحبة البركة والسمسم دي، كده بالشكل ده خطيرة. شايفين قلب القرص؟ شايفين لونها جميل ازاي؟ قلبها عامل ازاي؟ قلبها جميل ولونها ابيض وطرية وهشة جميلة خالص زي ما انتوا شايفين كده بالشكل الخطير الرائع ده. لو ادينا الاطفال منها في اللانش بوكس طرية كده وجميلة ومغذية للأطفال، هيحبوها قوي قوي مع العصير. تحفة جميلة، لونها وريحتها خطيرة. ده شكل القرص بتاعتنا بقى. لو عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ونتقابل على خير في وصفة جديدة مفيدة من وصفات مطبخ أسماء وسلمى.